بعد التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في بعض الوزارات، والذي مس السيادية منها على غرار المالية والشؤون الخارجية، زاد نسق سعار الأبواق المخزنية بشكل قياسي، وهو ما لم يحدث حتى عندما أعلنت الجزائر قطع علاقاتها مع جار السوء، وذهبت شطحاتهم إلى تفسير مغادرة السيد رمضان العمامرة وتعيين السيد الدكتور أحمد عطاف وزيرا للخارجية بأنه انتصار لدبلوماسية المخزن، حيث أنساهم الحدث بأن رمضان العمامرة كانت آخر محطة له هي قطع جناحي المغرب بطرد الكيان الصهيوني على مستوى الاتحاد الإفريقي وعرقلة مساعيهم الدنيئة بكل رزانة وصمت، بل واستبشروا بأن الوزير الجديد سيعالج ملفات المنطقة بطريقة مختلفة عن سابقه رمضان العمامرة. بل الحقيقة تبدو صادمة، لأن أحمد عطاف لن يكون عطوفا مع نظام المخزن، فهو الدبلوماسي المخضرم الذي يستطيع مواصلة لعب الدور المطلوب بكل كفاءة، ويعلم كل خباياهم وكيف تسير. فكما كان طرفا في غلق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، سيكون الآن طرفا في غلق ملف الصحراء الغربية وإعلان استقلالها.